بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. ورسالة توعية جديدة وعربية رينو لوجان. طبعا العربية اللي معانا فيها كل أنواع المصنعين، عربية مقلوبة فيها شغل بالقوايم بالكامل وفرد الشاسيه وأرضية العربية. طبعا زي ما احنا شايفين كده مع بعض، مفيش زنب طبعا. زي ما احنا شايفين هنا في شغل في القوايم الشمال واليمين زي ما احنا واضح معانا في الصورة. هنا برضو القوايم الناحية التانية برضو فيها شغل. طبعا هنا طبعا تحذير للناس اللي بتشتري اي عربية، اكشف عليها في اي مكان زي ما احنا قلنا قبل كده، لان عناية ربنا سبحانه وتعالى انقذت المشتري من كارثة كان ممكن يلبس فيها. طبعا الست قوايم مشغولة بالكامل زي ما هو واضح. شايفين القايم الامامي يمين طبعا حالته سيئة جدا زي ما واضح معانا. هنشوف برضو الحوض بتاع العربية ونرفع العربية نشوف أسفل العربية. طبعا القايم مشغول بالكامل زي ما هو واضح معانا. هنا طبعا الحوض فيه شغل وفرد الشاسيه فيها شغل. الشغل موجود معانا في الحوض. طبعا الصنايعي اللي عامله طبعا الصنايعي سيء جدا والشغل سيء جدا وبوظ العربيه، لان العربيه اصلا كانت معجونه زي علبه الكنز كده. طبعا زي ما احنا شايفين كده الشغل هنا في الصدر الداخلي. نرجع برضو ونرفع العربية مع بعض. هنشوف برضو من تحت أسفل العربية الشغل طبعا سيء جدا. جميع أرضية العربية زي ما احنا شايفينها كلها بوتامين وكلها شغل. بقى العربية دي فاتحة الإرباج وفيها شغل زي ما احنا شايفين كده مع بعض في جميع أرضية العربية. يبقى أنا عندنا قوايم وعندنا شاسيهات وعندنا حوض وعندنا الشنطة، عندنا كل حاجة في العربية مشغولة. طبعا العربية حالتها سيئة جدا زي ما احنا شايفين كده مع بعض. أثر الشغل وأثر القطعيات حالة سيئة جدا. طبعا بنحذر الناس طبعا وبنوجههم نقول لهم يا جماعة ما تشتري عربية افحصها في أي مكان يعجبك علشان ما تلبسش في ثمن العربية، لأن العربية مكلفة جدا. حالة سيئة جدا زي ما احنا شايفين كده من تحت. كل ده شغل، كل ده فيتامين. الصنايعي اللي عاملها طبعا صنايعي سيء جدا بوظ العربية. طبعا العربية صعبة جدا لما هتروح المرور هيبقى في مشكلة كبيرة جدا في تراخيص العربية اللي معانا، لأن قوامها مشغولة والحوض مشغول والشنطة مشغولة. وما تشتريش العربية بالشكل ولا بلونها ولا من صاحبها ان هو قريبي او معرفة او جاري او انا واثق فيه او الكلام ده. ده كله كلام مش مظبوط. اشتري عربية حتى لو جديدة افحصها علشان تعرف انت بتحط الفلوس بتاعتك فين، لان طبعا اللي بيلبس في عربية صعب جدا ان هو يخرج منها. كان معكم عبد الوهاب الخطيب من مركز الخطيب لفحص السيارات بمدينة نصر. ليس لنا فروع أخرى أو أسماء أخرى أو أرقام أخرى. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.